وجبة غدا لذيذة مليانة بالنكهات. تعالى اقول لكم عملتها ازاي. بحب دايما الخضروات ادخلها كده في وصفات جديده بحيث ان احنا ناكل خضار اكتر. عملت لسان عصفور بالخضار ومعاه كمان فراخ بانيه بتتبيله مكسيكيه من غير قلي ولا اي حاجه، ومعاها كده صوص زبادي خطير. يلا بينا. اول حاجه هبدا بيها وهي المقادير. اول حاجه هحتاج نص كيلو من الفراخ متقطعه بانيه، ممكن نستخدم صدور او اوراق زي ما نحب. واحتاج كمان شويه من التوابل، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وبابريكا وزعتر وثوم وليمون. واحتاج كمان هريسه شطه حلوه وحاره، الحلوه انا عاملاها في البيت. واحتاج كمان معلقتين كبار من الزبادي. واحتاج كمان معلقه كبيره من الخل ومعلقه كبيره من زيت زيتون. اول حاجه نبدا بالتتبيله. هبدا ان انا احط الزبادي وممكن نستبدله كمان بمعلقتين كبار من الحليب. هو هيستخدم ان هو يخلي الفراخ طريه كده. واحط كمان الخل واحط الهريسه الحلوه والحاره. والهريسه الحلوه كنت شاركت طريقتها معاكم في فيديو قبل كده. هحط ميكس التوابل بتاعي. ميكس التوابل ده هو اكتر حاجه بتميز التتبيله المكسيكيه، هي وهريسه الشطه الحاره. وكمان هنحط زيت زيتون، ممكن نستبدله بأي زيت نباتي، بس زيت الزيتون بيستخدم كمصدر دهون صحية فهو صحي أكتر. وكمان هيستخدم إن هو يخلي الفراخ تتحمر كده. وكمان هحط عصير الليمونة بتاعتي وأقلب التتبيلة كده كويس. أحسن حاجة إن احنا نسيب الفراخ في التتبيلة دي ليلة كاملة، أو ممكن لو ما عندناش وقت ساعتين أو أقل حاجة نص ساعة، بس كل ما نسيبها أطول كده كل ما يكون أفضل. وبعدين هبدأ أنقل الفراخ بتاعتي في التتبيلة. لو بتفضلوا الاوراق ممكن ان انتوا تستخدموها، وممكن كمان تستخدموا قطع فراخ متقطعه شيش طاووق كده، بتبقى جميله جدا. وهقلب الفراخ كويس في التتبيله. افضل ان احنا نلبس جلافز كده ونقلب الفراخ كويس في التتبيله. والفراخ البانيه دي انا مش هحمرها في الزيت ولا اي حاجه، انا هشويها وبس. ده كده التتبيله بتاعتي. تاني حاجه لسان العصفور. لسان العصفور مش بس بيتعمل بالشوربه، انا هعمله بالخضار. استخدمت كوبايتين كبار من لسان العصفور وخضار بسله وجزر او اي خضار ينفع. واستخدمت كمان مكعب مرقه وتوابل ملح وفلفل اسود وكاري وبابريكا وزنجبيل. وبعدين نيجي لطريقة تسوية لسان العصفور. حطيت معلقة صغيرة خالص كده من السمنة، وبعدين حطيت الخضار. هشوح الخضار كده كويس. ممكن نستخدم فلفل ألوان وممكن نستخدم بصل، يعني زي ما نحب. وحطيت معلقة يعني كوبايتين كبار من لسان العصفور. زي ما قلت لكم لسان العصفور مش بس بيستخدم في الشوربة. وبعدين حطيت التوابل وقلبت كده الخضار مع لسان العصفور مع التوابل كويس لحد ما يتشوح والخضار ما يبقاش فيه أي مية خالص. وبعدين حطيت مكعب المرقة، ممكن نستبدلها بشوربة. واحط ميه سخنه تكون بتغلي تغطي سنتي بس فوق لسان العصفور، واغطي على لسان العصفور لحد ما يوصل للشكل ده. وبعدين هغطي عليه ووطي النار خالص، هسيبه نص ساعه كده لحد ما يوصل للشكل ده. هيبقى مفلفل كده ومستوي جميل، والخضار كمان هيكون استوى. نيجي للطريقه اللي هنسوي بيها الفراخ. اي طاسه على النار مسحتها كده مسحه كويسه بالسمنه. اول ما تسخن كويس جدا هنزل الفراخ البانيه بتاعتي. انا عايزاها تتحمر كده من غير ما تنزل ميه. ونحط كده كمية صغيرة، وبعدين زودت كمان شوية من التتبيلة عشان تبقى مليانة التتبيلة كده، واغطي عليها شوية واسيبها تستوي. تقريبا هتاخد 10 دقايق كده على كل جنب. بعد 10 دقايق قلبتها على الناحية التانية كده واسيبها انها تتحمر. ممكن من الاول نحطها في صينيه في الفرن، هتاخد في الفرن تقريبا تلت ساعه وهتكون استوت. ودي شكل الفراخ بتاعتي كده بعد ما استوت. اخدت تحميره كده جميله. قدمت معاها صوص رانش بالزبادي علشان الفراخ دي سبايسي شويه، فصوص الرانش يعني هيخليها بارده شويه. وده كده شكل لسان العصفور بعد ما قدمته بالخضار. حاولوا دايما كده تنوعوا في الطريقه بتاعه الخضار، بجد الطبق ده مليان بالنكهات. التتبيله جميله جدا، وكمان لسان العصفور كده مدي طعم جميل. ونيجي بقى لأهم لحظة، اللحظة اللي أنا برسم فيها الطبق. يعني بتبقى لحظة ممتعة جدا بالنسبة لي. حطيت كده صوص الرانش اللي أنا عملته على الوش، حطيت شوية من الكزبرة. وبعدين هبدأ إن أنا أحط الفراخ بتاعتي اللي بالتتبيلة المكسيكية، وشوية كده هاخد شوية كده من صوص الرانش وهبدأ إن أنا أوزعهم على الفراخ. وحطيت كمان شوية من الكزبرة كده يعني للتزيين وعشان الطبق يبقى شكله حلو في الآخر. يعني طبق كل ما يكون شكله حلو كده في التقديم كل ما هيبقى حلو كده، يعني شكله هيبقى حلو. وجبة غدا جديدة كده ومختلفة. ناخد شوية كده من الفراخ اللي بالتتبيلة المكسيكية مع شوية من لسان العصفور بالخضار وصوص الرانش. يعني طبق غدا جديد كده وممتع. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي فولو. انجوي.